أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي هذه القناة. في هذا الفيديو اخترنا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يمكن برنامجنا او حلقتنا النهارده هو لقاء استثنائي مع ضيف استثنائي. ضيفنا بيراه الكثير بانه انجح رئيس اتحاد كرة على الاطلاق، ويراه البعض ان هو اهم او واحد من اهم المسؤولين عن كرة القدم في افريقيا وفي الفيفا. ايضا لو جينا شفنا هنلاقيه صعد بسرعة الصاروخ من تنفيذية الكاف الى تنفيذية الفيفا ليصبح واحد من اهم الشخصيات التي تتخذ القرارات الكروية على مستوى العالم. ضيفنا النهاردة السيد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي او الجمعية المغربية كما يطلق عليها هنا في المغرب. نرحب بيك واهلا وسهلا بحضرتك على هذا اللقاء. شكرا على الاستضافة، ولكن أنا اللي أرحب بك في المغرب. أهلا بك وبالطاقم الذي يرافقك. بطبيعة الحال هذا الترحيب كان دائما ترحيب للإخوان المصريين في بلدهم الثاني المغرب، كما أن المغاربة لما يكونوا في مصر طبعا يعني دائما يحسون بأنهم في بلدهم الثاني حقيقة. وهذه العلاقة التاريخية يعني هي التي تجعلني لا أركز كثيرا على الترحيب بكم وبالجماهير التي تتابع برنامجكم، وهي فرصة لوجه لها تحية خاصة الجماهير المصرية الشغوفة بكرة القدم، وإن شاء الله كل سنة وكرة القدم وجماهير مصر بألف خير إن شاء الله. سيد فوزي لقجع، يعني هبدأ مع حضرتك مباشرة دون زي احنا ما بنقول في مصر لف او دوران. ليه دايما او اللي بيرى الكثير ان صورة حضرتك في مصر ليست الصورة الافضل، هي صورة سلبية، انك حضرتك دايما ضد مصر، ضد اي قرارات ممكن في سواء لمنتخبات او اندية. الصورة دي موجودة ليه؟ انا في الحقيقة هذا الانطباع ما كانش عندي ابدا، اتكلم معك يعني بكل صراحة. انطباعي كان دائما ان علاقتي مع الاخوان المصريين كما قلت كجميع المغاربة لما ازور مصر، وزرتها باستمرار طبعا لحضور كل الاجتماعات اللي انعقدت في مصر، كان شعوري كما قلت كما شعور كل المغاربة أنني في بلدي الثاني. وكانت دائما علاقتي بالاتحاد المصري، يعني أنا كرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالمناسبة هذا هو الاسم طبعا الكامل والصحيح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فعلاقتي لا الأخ هاني أبو رضا سابقا ولا الأخ جمال حاليا كانت علاقة أكثر من علاقة صداقة وتنسيق كروي، تجاوزت هذه الحدود وكانت علاقة أخوية. سامحني، بعض المواقف هي اللي بتحسس الجمهور الكروي المصري كده. أبرزها مثلا مباراة الأهلي والوداد وما حدث فيها من لغط والكلام ده كله. أنا أستاذي أرجع بك شوي إلى الوراء قبل ذلك. فلما كان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس يعني تأجيل كأس أفريقيا سنة 2019 بالكاميرون، الأخ هاني موجود، أنا كنت أول الداعمين وأول اللي طلب منه على أحقية مصر تنظيم كأس أفريقيا للأمم 2019 بمصر. حضرتك اللي طلبت ده مباشرة؟ نعم، من الأخ هاني أبو رضا، لأن كان فيه تساؤل هل المغرب سيتقدم أو لا. فجيت عند الأخ هاني مباشرة وطلبت منه أن مصر تقدم الترشيح وأن المغرب سيكون من الداعمين، وهكذا كان. وكانت عندنا يعني كان المكتب التنفيذي الذي أفرز أو أقر تنظيم مصر لكأس أفريقيا 2019 كان مناسبة احتفلنا معها
مع الإخوة المصريين اللي كانوا حاضرين على هامش يعني المكتب التنفيذي، وكنا من يعني المساندين والمساهمين في إلى جانب الاتحاد المصري بقيادة الأخ هاني أبو رضا في إنجاح التظاهرة. أعتقد أن التاريخ سيحتفظ كما كانت قناعتنا من قبل أنها من أنجح الدورات لكأس أفريقيا للأمم. الآن فيما يخص المباراة اللي تكلمت عليها، وأقول لك بالمناسبة بأن علاقتي مع إدارة نادي الأهلي برئاسة الأستاذ الخطيب هي علاقة أخوية أيضا حتى الآن. حتى الآن أنا الأخ الخطيب لما شارك فريق الأهلي في كأس العالم بمدينة طنجة تنقلت شخصيا إلى الفندق، فندق إقامة نادي الأهلي، والتقيت بالأخ الخطيب وقدمت له كل المساعدة اللي يحتاجها فريق الأهلي. بس دار نقاش بينكم يوم المباراة نفسها بعد المباراة على منصة التتويج؟ لا بعد لا المباراة لا دار نقاش كده؟ أنا أتكلم لك يا سيدي على كأس العالم للأندية. أنت تتكلم لي على المباراة بين الوداد والأهلي وحأرجع إليها. أوكي. يعني بدون لف كما قلت أو دور مباشرة. فأقول لك بأن العلاقة نتاعي مع الأخ الخطيب علاقة متميزة تجسدت في هذه الزيارة الخاصة والعناية الخاصة بطاقم وبنادي الأهلي. وكنت مؤخرا من الناس الذين دافعوا عن فكرة ترأس الأستاذ محمود الخطيب لجمعية النوادي الأفريقية، اعتقادا مني وقناعة مني بأن الأستاذ الخطيب كشخص أولا تاريخه والرياضي والكروي يجعله شخصية تسييرية في كرة القدم متميزة في كل المجالات. وثانيا إيمانا مني بأن نادي الأهلي ساهم إلى جانب النوادي العريقة الأفريقية في بناء صرح هذه المنافسة الأفريقية للأندية. لا أحد يمكن أن ينكر دور الأهلي في تميز هذه التظاهرة، وبالتالي فيعني أنا قناعتي وإحساسي على أنني من أقرب المسؤولين في الساحة الأفريقية إلى نادي الأهلي وإلى الأستاذ محمود الخطيب. على عكس على فكرة احنا بنشوفه لا احنا بنشوف في بعض الحاجات الأهلي مثلا لما بيجي يلعب هنا بنلاقي في خطاب شكر للجمعية المغربية على حسن الاستضافة الآن لما نرجع للمباراة فالمباراة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتنظيم المباراة في مدينة واحدة، يعني النهائي دون ذهاب وإياب في مباراة واحدة، كان فتح للترشيحات. المغرب تقدم إلى جانب دولة السنغال. هذا قبل حتى نعرف من سيلعب النهائي. مظبوط. الاتحاد المصري ارتأى لظروف خاصة بقيادة الأخ جمال أنه ما يتقدمش لتنظيم هذه المباراة. طبيعة الحال بعد ذلك يعني المكتب التنفيذي لجأ إلى التصويت، والمغرب ومدينة الدار البيضاء احتضنت هذه التظاهرة يعني بفارق كبير. كيف لرئيس الاتحاد أولا أن يتدخل في شؤون الاتحاد المصري ويطلب منه أنه يتقدم لتنظيم التظاهرة لأنه قد يكون الأهلي في مباراة نهائي؟ هذا غير معقول يا سيدي. ثم ثانيا كيف لرئيس الاتحاد بعد أن لجأ المكتب التنفيذي للقارة الأفريقية أنه للتصويت لاتخاذ القرار المدينة التي ستحتضن هذه النهائي، وبعد فوز الدار البيضاء أرجع إلى الجماهير المغربية ونادي الوداد الذي تأهل آنذاك إلى هذا النهائي إلى المباراة النهائية، وأقول لهم لا من فضلكم تخلوا عن هذا التصويت وعن هذا القرار وعن كل شيء لصالح دولة أخرى. هذا غير معقول يا سيدي. ثم يجب أن لا ننسى يا سيدي ولا تنسى الجماهير المصرية الشقيقة والحبيبة أنه السنة اللي قبل هذا النهائي نظمنا النهائي في الدار البيضاء وفازت فيه الأهلي في ظروف كوفيد يا سيدي، وما أدراك ما ظروف كوفيد. تجندت كل السلطات المغربية وكل أعضاء الاتحاد المغربي لتنظيم هذا النهائي والتشبث بهذا النهائي، وكنا أول من هنأوا الأستاذ محمود الخطيب وبعثة الأهلي ونادي الأهلي
على فوزه بهذا اللقب. وبطبيعة الحال النادي الأهلي لا يحتاج إلى مباراة أو لا إلى ملعب لإثبات ذاته، فهو كما قلت نادي متميز جدا في هذه التظاهرة. جوابي كان بدون لف أو دوران، تحدثت عن مسار تاريخي مظبوط. وعن اللحظة وعن المباراة التي تحدثتم وتساءلتم عنها مين؟ لرفع كل اللبس يا سيدي. أكيد أكيد. مين الشخصيات في مصر الرياضية اللي حضرتك بتحتفظ بعلاقات قوية جدا بيها؟ هناك مجموعة من اللاعبين القدامى الذين حتى أتيحت لي الفرصة للعب معهم هنا في مباريات حبية زي مين؟ زي جمعة وائل جمعة. والحارس عصام الحضري. والتقيت بمجموعة من الإخوان الصحفيين هنا وكانت لقاءاتنا حية. طب والمسؤولين بقى المصريين عن الكرة وعن الرياضة؟ وأنا التقيت، أنا قلت لك علاقتي مع الأخ هاني دامت لسنوات وتدوم اليوم الحمد لله لسنوات، وكان فيه أكثر من تنسيق كروي، بل قلت بأن العلاقات تجاوزت نحن علاقاتنا أخوية في كل المواقع سواء من الفيفا أو لا داخل الكاف. ولم، وهذا هو اللي هذه قناعتي الراسخة وهذا هو الواقع الذي عشته، أنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن كان في ذهني رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أحد أعضاء الاتحاد المغربي أو أي مسؤول رياضي مغربي أن يسيء أو حتى يفكر في الإساءة لأحد النوادي أو للكرة المصرية لسبب بسيط، لأن التاريخ الذي يجمعنا أكبر بكثير من هذه اللحظات الكروية. بما ان حضرتك بتتكلم عن التاريخ بين مصر والمغرب والمنافسات، بتشوف ازاي حضرتك دايما المنافسة بين مصر والمغرب سواء على مستوى المنتخبات او الأندية؟ يا سيدي أنا أقول دائما بأن مسار كرة القدم وكباقي المسارات وباقي المجالات الأخرى فالمنافسة هي التي تفرز التميز والتطور. بدون منافسة لن يكون هناك أي تطور. مظبوط. مصر والمغرب إلى جانب دول أخرى بالضبط. لعبت دورا رياديا في هذه المباراة. بس دايما مبارياتنا ومنافساتنا مع بعض جماهيريا واعلاميا تماماً. بتاخد شكل شكل كبير. ثاني، شكل كبير. طبعا. وهذا الذي يميز اليوم هذه المنافسات. أقول لك اليوم أن المباريات التي تجمع في الأندية بين نوادي شمال أفريقيا تكون دائما متميزة بحضورها الجماهيري وبمتابعتها الإعلامية وبمستواها الفني فعلا. وعلى مستوى المنتخبات أيضا. ما أتذكر أن حتى لما كنت طفلا متابعا لكرة القدم وللمباريات أن إحدى مباريات المنتخب المصري والمغربي سواء في مصر أو في المغرب مرت دون هذا الاهتمام وهذا دي المتابعة المتميزة. وما أتذكر أيضا منذ طفولتي أن هذه المباريات لم تطبعها الروح الرياضية، بل كانت العلاقات الأخوية بين اللاعبين عبر الأجيال حاضرة والحمد لله. المنافسة في الملعب المنافسة تبقى قوية جدا. وأنا لما تحدثت لك على اللاعبين القدامى فأنا كنت تكلمت كثيرا عن مجدي عبد الغني وتحدث لي كيف لعب وكيف كانت خطته يعني لمراقبة اللاعب عزيز بودربالة، والحمد لله كنا ملتقين هنا هذا في هذا المركز، لعبنا مباريات في جو أخوي. وأعتقد بأن هذا هو البناء وهذا هو التطور وهذه هي يعني الأمور التي يجب أن تخدم الأجيال وتخدم كرة القدم عبر مساراتها. بمناسبة حضرتك اتكلمت عن هذا المركز، أنا عايز أهنئك على هذا الصرح الرائع، يعني حاجة تحفة. وأنا بالمناسبة لأضعك في الإطار تحت الصرح إلى جانب مجموعة من البنيات التحتية الرياضية، فهذا تصور استراتيجي يقوده جلالة الملك نصره الله طبعا في مسار تنموي شامل. الحمد لله أنتم الإخوة المصريين زرتم المغرب وزرتم مجموعة من المدن المغربية وستتاح لكم الفرصة لفعل هذا. هذه التنمية يعني
تشمل جميع التراب الوطني ومختلف المجالات، وكان لابد أن تكون كرة القدم في بتحظى بجانب تماما ضمن هذا التصور الاستراتيجي. تمام. وهذا الصرح اليوم يجعل أن كرة القدم الوطنية تتوفر على إحدى المراكز الأفضل عالميا إن لم يكن الأفضل بحمد الله. ما شاهدناه النهارده بصراحة حاجة رائعة. كم الملاعب، حتى الملعب الرئيسي بتاع تدريب المنتخب الأول، فندق المنتخب الأول غير فنادق المنتخبات الأخرى، كم ملاعب التدريب، حتى في ملعب مغطى أعتقد ده لو الطقس الأمور صعبة. ملعب معمول، يعني حاجة ما شاء الله. في مستشفى، في يعني فعلا هو مركز يجيب مركز رابع على مستوى العالم. بارك الله فيك سيد، بارك الله فيك. ونتمنى إن شاء الله أن هذا المركز وفي إطار هذه العلاقات الأخوية مع الاتحاد المصري أن يكون فيه تعاون حقيقي، خاصة في الفئات العمرية الصغيرة هنا وفي القاهرة مصر. وفي مختلف المدن المصرية. وهذا هو التجسيد لتصور مستقبلي إن شاء الله أفضل أكيد. لنا جميعا. أكيد. سيد فوزي الأقجع، مرحبا سيد. أسأل حضرتك سؤال واضح ومباشر دائما بدون لف ولا دوران. لا أنا لقيت لك عنوان البرنامج من غير لف ودوران. حضرتك معجب بالجملة دي. عايز أسأل حضرتك هنا، هل حضرتك بتتدخل في تعيين الحكام للأندية المغربية أو للمنتخب المغربي؟ سيدي أنا أقول لك، أنا منذ 7 أو 8 سنوات وأنا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولو كنت أتدخل في تعيين الحكام لكان فريقي اللي هو نهضة بركان بالمناسبة من هنا أتيت لكان فاز على الأقل بلقب دوري. فريق نهضة بركان لم يفز بأي لقب دوري لحد الآن. أقصد على المستوى الإفريقي الوطني. لا أقصد على المستوى الإفريقي الأول. أي أنا نجيلك، أنا بديت لك من الأول. أوكي. لأن التدخل في الحكام هي ثقافة. لو كان عندي هذه السلطة لأتدخل في تعيين حكام المنتخبات الوطنية لفاز المنتخب المغربي بكأس أفريقيا. يا أخي إحنا المنتخب المغربي لم يفز بكأس إفريقيا منذ 1976. كان عمري 6 سنوات أنا ذاك، كان عمري 6 سنوات. إذا كان بإمكاني أنه في عمر أقل من 6 سنوات أتدخل في تعيين حكام أفريقيا فهذا إشكال آخر ونقاش آخر. ليه الكلام ده بيطلع على حضرتك بالذات، على السيد فوزي الأقجع؟ هذا الكلام يتم ترديده ما بين حين وآخر. أنا إذا بغيت نتكلم فيما يتردد من أحاديث وفيما يقال، هذا المستوى أتركه جانبا. أنا أتحدث داخل المؤسسات. ولا حتى تدافع عن نفسك؟ أنا أتحدث داخل المؤسسات الرسمية وقراراتها الرسمية. إذا كان هناك حكم في القارة الأفريقية تكلمت معه في يوم من الأيام أو طلبت منه في يوم من الأيام، الآن خذ آخر مباراة خاضها فريق نهضة بركان ضد الفريق الليبي، والحكم بالمناسبة كان مصري محمد معروف. واش احنا تدخلنا في الحكم؟ إخوان الليبيين قالوا بأن الحكم المصري يعني تدخلت فيها الجماعة، هذا رأيهم، ولكن الواقع شيء. والكلام بإمكان أي أحد أن يبرر موقف أو وضع معين بيده. الإشكال الحقيقي اليوم هو أن نفكر جماعيا في تطوير مستوى كرة القدم، ومن بينها تطوير مستوى حكامنا. والمناسبة فأهنئ الاتحاد المصري لأنه هو إلى جانب الاتحاد المغربي هم الاتحادين الوحيدين اللي عملوا على يعني نشر الفار في البطولات الوطنية. هذا هو العمل لتطوير التحكيم الأفريقي. الآن الكل تحدث عن خطأ فادح ارتكبه حكم وارتكب في مباراة فريق جنوب أفريقيا مع فريق تنزانيا. الآن الكل سيقول رأيه والكل سيوجه أسهم اتهامه لمن يريد، ولكن أعتقد بأن المسؤولين من أبجديات المسؤولية أن يترفعوا في هذا. أنا ما حدث أن تدخلت في التحكيم
حتى على المستوى الوطني طوال مسيرتي. وإن عرفت حكم واحد على المستوى القاري ولا الدولي، حتى احنا في كأس العالم، احنا في كأس العالم ارتكبت في حقنا أخطاء. الكل شاهد المباراة نتاع نصف النهاية، والكل تحدث عن إمكانية ضربة جزاء وإلى غير ذلك. لكن إيماننا إيمانا بقواعد الكرة، وبأن الخطأ وارد، وبأن الحكم إنسان، لازم أن نتقبل هامش من الخطأ. لما يكون الخطأ متردد، وأنا قلت لك لو كان عندنا هذا الأمر لما أقصينا تواليا من كأس أفريقيا في أدوار متقدمة جدا، وباندهاش لكل المتتبعين. يعني لم يكن الإقصاء طبيعيا، الفوز بالكأس هو الذي كان سيكون طبيعيا. احنا متفقين. طب انا اسالك لكن سؤال، لماذا لا تدافع عن نفسك في هذه النقطه؟ ليه يعني انت حضرتك بتقول انا لا اتحدث الا من خلال المؤسسات والجماهير، السوشيال ميديا دي عامل كبير دلوقتي ومؤثر في كره القدم تماما، لكن ليه ما بتدافعش عن نفسك؟ انا ادافع كلما اتيحت لي الفرصه لتوضيح الامر، كل فترات طويله قوي. ولكن الان كل واحد وطريقته في تدبير الأمور. أنا أخصص جزء كبير من وقتي للعمل، وأعتبر بأن العمل والتطوير والمشاركة والحضور إلى غير ذلك هو أحسن جواب. ولكن كلما أتيحت الفرصة لتوضيح الأمور كنا من الموضحين. الآن القرارات التحكيمية في إفريقيا، متى كان عضو مغربي مسؤول في هذه المؤسسات عبر التاريخ، عبر تاريخ الكاف؟ قلت لك في البداية نقدروا نبادلوا الأماكن، احنا بدلناها الآن، غيرنا الأماكن. يلا بيك. سؤال، منذ تأسيس الكاف لم يكن مغربي مسؤولا في لجنة التحكيم الأفريقية، لم يكن. وأقول لك أكثر من هذا وذاك، حتى لما كان المرحوم بالقولة يحظى باعتراف لدى الفيفا وقاد مباراة النهاية، لم ينل هذا الاعتراف على المستوى القاري. نكمل حوارنا مع السيد فوزي الأقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عضو تنفيذية الكاف والفيفا، بعد هذا الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنكمل حوارنا مع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم السيد فوزي الأقجع، عضو تنفيذية الكاف والفيفا. عايز ندخل في موضوع آخر. حضرتك من ضمن الشخصيات اللي كانت ليها دعم كبير جدا في تولي السيد موتسيبي رئيسا للاتحاد الافريقي. كنت حضرتك وكان معاك المهندس هاني ابو ريده، وكان السيد وديع جريء والسيد ولدي يحيى. اعتقد انتوا كمجموعه كان ليكوا دور كبير جدا في تولي منصب رئاسه الكاف، والبعض ووقتها اتقال انه هو جاي كشخصيه مليونير وهيدعم الاتحاد الافريقي بعد كده سمعنا ان الاتحاد الافريقي بيعاني من ازمات ماليه، وخاصه انه يعني رئيس الخزانه الماليه للاتحاد الافريقي السيد فوزي الأقجع. ازاي هذه المعادله؟ معادله غريبه جدا. هو استاذي، اولا لما نريد ان نتحدث عن الجانب المالي لمؤسسه معينه، والكاف على سبيل المثال، فالحصيله الماليه هي نتيجه العمل الذي تقوم به المؤسسه. طبعا اذا كان الاختيار والهدف هو تحسين الوضعيه الماليه، وهذا هدفنا طبعا، فلازم علينا جميعا ان نفكر في تحسين مردودنا ومنتوجنا.
وهذا هو العنوان العريض لتطوير كرة القدم الإفريقية. كرة القدم الإفريقية محتاجة إلى تطوير شامل عبر أولا تطوير البنيات التحتية. واليوم يتفق الجميع على أن كرة القدم الإفريقية تخسر الكثير من حيث التسويق، من حيث حتى مواهبها التي تهاجر مبكرا إلى أوروبا خاصة، وتخسر نواديها وكرتها الكثير من القيمة المضافة التي يخلقها هؤلاء اللاعبين في سوق كرة القدم. وبالتالي فتطوير البنية التحتية سواء المرتبطة بإجراء المنافسات الرسمية خاصة للمنتخبات ولدوري الأندية الأبطال، أو تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتكوين شيء أساسي مهم. وهذا هو البرنامج الذي طرحه عبد ربه منذ أكثر من 7 سنوات على طاولة المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن الآراء المجانبة للصواب، في سؤالك الماضي أنا كنت أشتغل واشتغلت باستمرار في تحضير هذا البرنامج الشامل بهيكلته المالية، اتصلت بكل المؤسسات المالية التي قبلت إنجاز هذا المشروع، والآن المشروع جاهز أننا ناخذ أكثر من $1 مليار لاستثمارها يعني شكل مستعجل داخل القارة الأفريقية، خاصة البلدان اللي تكون عندها يعني ضعف ونقص كبير في البنية التحتية، في البنيات التحتية، حتى نوفر لكل المنتخبات ولكل الأندية أن تلعب في ظروف مريحة تمكن أولا من تسويق المنتوج، وثانيا من الاحتفاظ بالمواهب إلى يعني سن معين، وتمكين هذه الأندية وهذه الاتحادات من أخذ بعض وجزء من القيمة المضافة اللي كيخلقوا هؤلاء اللاعبين. وهذا المشروع اليوم الهيكلة المالية نتاعو أخذ $1 مليار وتمويلها من بعد بجزء من منتوج الفورورد الذي تقدمه الفيفا على مدة 30 سنة، هو موجود فوق الطاولة ينتظر الإنجاز. الآن ما حدث سنة 21 لازم أننا نرجع شوية للوراء. أفريقيا أو الكاف في اعتقادي وفي تحليلي ويشاطرني فيه الرأي مجموعة من الإخوان الرؤساء في مقدمتهم كما قلت الأستاذ والمهندس هاني أبو رضا. الكاف عرفت استقرار دام تقريبا 29 سنة في عهد حياته. الأمور أعتقد أنها استمرت لوقت أطول من اللازم، حتى أن المنظومة الكاف لم تفرز القدرة على مواكبة التطورات التي كانت تحدث عالميا في مستوى تطوير كرة القدم، فكان لا بد من التغيير. آنذاك حدث تغيير لم يتمكن من إعطاء الاستقرار الحقيقي لمسار جديد السيد أحمد لتطلع جديد. فجاءت انتخابات سنة 21 ومع الأسف كانت ستفرز انقسامات بنيوية وهيكلية داخل القارة الإفريقية كرويا داخل الكاف، حيث وجدنا أنفسنا أمام أكثر من 5 مرشحين للقارة الإفريقية للكاف. وهذا هو الاشتغال، وهذا هي يعني المجهود اللي قاموا به مجموعة من الإخوان الرؤساء، وفي مقدمتهم كما قلت الأستاذ هاني أبو رضا بتجربته وحنكته، أن نوحد الصفوف، أن نجعل، لأن الكاف لم يكن باستطاعتها
بعد عدم تمكنها من مسايرة التطور اللي عرفته كرة القدم أنها تنقسم داخليا إلى 5 أو 6 أو 4 مجموعات. احنا 54، لما تقسمنا إلى 5 أو 4 مجموعات نكون أقل من 14 أو 15. فكان لابد من إيجاد قاسم مشترك يوحدنا ولندبر به المرحلة. دوك الهدف الأساسي من انتخابات سنة 21 كانت هي المحافظة على وحدة الكاف وراء يعني مكتب تنفيذي موحد يعمل على أولا ضمان هذا الاستقرار وهذه الوحدة، ولكن أن يفعل أكثر وباش نكونوا صرحاء ونرجعوا للوضعية المالية. الوضعية المالية للكاف هي تحسنت نسبيا بالأرقام. انتقلنا من بطولة إفريقيا اللي انضمت في الكاميرون من ناتج يعني صافي نتاع 5 مليون إلى اليوم أكثر من 70 مليون في ساحل اللاج. كاين تطور، ولكن أهم الأساس هو أنه غير كافي لمواكبة التطورات اللي تحدث في القارات الأخرى ولتجاوز العجز والفوارق التي أصبحت واقعا حقيقيا في الكرة الإفريقية بين الكرة الإفريقية وباقي القارات. هذه هما التحديات المطروحة الآن على الكاف في وقتها الراهن وفي مستقبلها يعني القريب. بس لما تشوف حضرتك على الجانب الآخر تلاقيك بدأت السوبر ليج الإفريقي ب8 فرق، كان يجب اللي بعدها تبقى 24، فوجئنا بإلغائها نهائيا. لا هو وقيل ان الجوائز اكتر من 200 مليون دولار. أنا باش نكون معك صريح استاذ محمد، مواقفي ما كنعبرش عليها حسب المناسبات. أنا بالنسبة إلي الكاف عليها أن تعيد النظر شموليا وكليا في منافساتها، وهذا شيء طبيعي. مين الكاف؟ انا اقول لك حضرتك احنا في الاجتماع التنفيذي البارحه اذا سالت الاخوان انا هذا هو تدخلي دام اكثر من 20 دقيقه كان حول هذا الموضوع، لانه اليوم في منافسات كاس العالم اقل من 17 كل سنه الكاف لازم تنضم اقل كل سنه. الفرق المؤهلة لازم، احنا محتاجين الى فرق افريقية تمثلنا في كأس العالم. في الاناث نفس الشيء. كرة قدم الصالات التي نحن بصدد اجراء كأس افريقيا من هنا 2 سنين عندنا كأس عالم فوتسال اناث، من سيمثلنا؟ اذا السؤال مطروح حول بطولة الشان، هل بمردودياتها المالية السلبية أصبحت القارة محتاجة لها التدهور أم يجب تطويرها أم إلغائها؟ هل البطولات الإفريقية يعني في الشباب لازم نحافظ على الشكل والمنظومة التي ننظم بهذا؟ ولكن لنكون واضحين، اليوم لازم يعني من الضروري أن نفرق بين مستويين في التظاهرات الكروية. هناك الكان وبطولات الأندية وهي مربحة وتنتج أرباح طبعا، وهناك منافسات التطوير لكرة القدم. منافسات التطوير الكاف عليها أن تبرمجها وتنجزها وتلعبها بأقل تكلفة لا للكاف ولا للبلدان المنظمة. والبطولات الكان والبطولات الأندية تحتاج مراجعة شمولية ليكون ربحها على الأقل، يعني الآن يجب أن يضاعف أو يضرب في 3 على الأقل لتتمكن الكاف من إعادة استثمار هذه الأرباح في تطوير كرة القدم، وهي يعني الغاية الأساسية، وهي أيضا التي من أجلها خلقت الكاف. بس أنا ملاحظ من كلام حضرتك حاجة، أنك لست راضيا عن أداء الاتحاد الإفريقي. أنا ماشي قضية راضي أو غير راضي.
لنصف الأمور بشكل مغاير. طموحي أكبر، طموحي أكبر من الواقع الحالي. طموحي هو أن لما يكون فيه لاعب مثل ساديو ماني أو صلاح أو حكيمي أو يكون فيه اتحاد قاري أو فريق قاري يستفاد من القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين والتي تتجاوز 100 مليون يورو. أحزن كثيرا لما أعرف بأن هذه القيمة السوقية تتقاسمها الفرق الأوروبية. أحزن كثيرا لما أعرف بأن المواهب الأفريقية هي التي تلعب وتنشط مجموعة من الدوريات الأوروبية، وتجد الشعوب الإفريقية نفسها مضطرة لشراء الحقوق لتتبع مواهبها. هذا هو الطموح الذي أهدف إليه شخصيا، ويتقاسمه معي مجموعة من الإخوان الحاضرين في المكتب التنفيذي للكاف. متى نرى رئيس الاتحاد الإفريقي عربي؟ أعتقد بأنه الحضور العربي في الساحة الكروية وفي تنظيم الملتقيات الدولية، لا كأس العالم إن شاء الله اللي غادي تنظم مرة أخرى في المغرب كبلد عربي ثاني بعد قطر، ولا التنظيم الاستثنائي المشرف الذي قامت به قطر، ولا من بعد في 34 إن شاء الله في المملكة العربية السعودية، ولا يعني اليوم نلتقي ونجد حضورا وازنا للقيادات العربية وللمسؤولين من الأصول العربية في مختلف مجالات تدبير الكرة. بس حضرتك قلت لي كلمة على أنا أعتقد بأن القارة الإفريقية تحتاج، والكاف بشكل خاص تحتاج إلى مجموعة من الثوابت لتطوير عملها. الثابت والعامل الأول وأن تبقى موحدة، لأن التفرقة ستزيد من هشاشتها. المسألة الثانية أن تكون الشخصية التي، لأنه لا ننسى بأنه هناك مجموعة من المؤسسات، والحضور العربي كان دائما مهم، بالعكس مؤثر داخل القارة الأفريقية أكثر من هذا. والدليل الحمد لله أن مقر الكاف مازال في دولتنا العربية مصر، والحضور سواء على مستوى الأمناء العامون كان متميزا، الشخصيات المصرية من قبل إلى غير ذلك. الكاف تحتاج إلى الاستقرار، تحتاج إلى تصور جديد، بس اسمح لي، تصور جديد ومتجدد يراعي المحيط الخارجي ويسير ويضاعف سرعة التطور، لأن الفوارق أصبحت تتسع وستكون أكثر شساعة بين القارة الإفريقية وباقي القارات إن لم نتدارك هذه الفوارق. حدثتني عن الطموح، قلت لي هذا طموح كباقي الأفارقة، كباقي المليار الأفريقي المتواجد في هذه القارة. إن خرجت من هذا المركز يا سيدي، الشباب اللي غادي تلتقيهم في أول طريق لك سيقاسمونك وسيعبرون لك عن طموح أفضل. يقول لك، سيقولون لك بأنهم يطمحون لأن يفوز فريق إفريقي عربي بكأس العالم، سيقولون لك بأن القارة الأفريقية يريدون أن يروا بطولاتها للأندية في مستوى الدوريات الأوروبية والآسيوية التي تتطور بشكل مستمر، سيقولون لك بأن طموحهم أن يمارسوا كرة القدم في ظروف حسنة وببنيات حسنة احترافية، سيقولون لك بأنهم محتاجين إلى تدبير للكاف يوازي طموحاتهم. ممكن أشوف حضرتك في يوم من الأيام رئيسا للاتحاد الإفريقي من ضمن طموحك، الطموح اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ شوف سيدي، هذا الطموح بتاع المستقبل لابد أن نراجع فيه طموح أو المسار تاع التاريخ نتاعي أو علاقتي بكرة القدم. كرة القدم وعلاقتي بها كانت دائما علاقة حب وشغف كباقي الجماهير الشغوفة بكرة القدم. تمام. وساعدني مساري الإداري في ضخ جرعة
من التدبير المالي والإداري في إدارة شؤون كرة القدم. كنت دائما أشارك بتواضع في كل المجالات وحسب المستطاع في بلورة الطموحات المشتركة ل 800 مليون شاب أفريقي على أرض الواقع. سأكون دائما في هذا المسار والغيب لا يعلمه إلا الله. هل ممكن لو الامور سنحت وجه الوقت، الله اعلم بالظروف زي ما حضرتك بتقول، لا يعلم الغيب الا الله، وجت الفرصه ان حضرتك تترشح على مقعد الرئاسه بالنسبه للاتحاد الافريقي، وجت الفرصه للمهندس هاني ابو ريده، ممكن نشوفكم تتنافسوا على مقعد الرئاسه ولا ده هيبقى صعب لان في توافق بينكم؟ لن أتنافس مع الأخ هاني أبو رضا في أي موقع من المواقع، لأنه أخي وصداقتنا وأخوتنا تتجاوز هذه الاعتبارات. تمام. طيب انا عايز انقل حضرتك لسؤال مهم جدا. حضرتك رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم. السنوات الاخيره بدانا نشوف اللعيبه المغاربه تحترف في مصر، وعندنا اكثر من لاعب، عندنا رضا سليم، وعندنا لعيبه كتير جدا دلوقتي بقت موجوده في مصر. ليه انا مش شايف العكس؟ ليه انا مش شايف العكس؟ اللعيبه مصريه بتيجي تحترف في المغرب. شوف فضل الاختيارات لا تقتصر على مجالات كرة القدم. بمعنى أن المغرب كان دائما عبر التاريخ لآلاف السنين كما كانت مصر بلد منفتح للعالم. احنا أطبائنا يسافروا يشتغلوا في الخارج، مهندسينا يشتغلوا في الخارج، ليه لاعبينا لا يذهبون للخارج؟ وبطبيعة الحال بنفس الشكل عندنا لاعبين يلعبون في الدوري المصري ولا السعودي، ولكن عندنا أيضا لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية، وعندنا في البطولة أكثر من مئات اللاعبين جايين من مختلف الأقطار العربية والإفريقية. وسنكون سعداء أن يلعب وأن يختار لاعب مصري مرحبا به في بلده الثاني أي نادي لما يتوافقوا على ذلك، كما أن في فرقنا مجموعة من اللاعبين. صحيح دلوقتي بقى عندنا رضا سليم، وكان قبل كده خالد بوطيب وعبد الكبير الوادي، ويعني في لعيبه كتير دلوقتي، اللعيبه المغاربه. الاساس يا استاذ في هذا الامر هم ان اللاعبين المغاربه الذي ذكرتهم احتفظوا بذكريات جميله في مصر، وان الجماهير المصريه حبتهم، احتفظت بذكريات جميله بكرتهم. هذا هو الاساس. اساس السؤال الحقيقي هو كم عدد اللاعبين المغاربة الذين يلعبون في الأهلي ولا الزمالك أو لا العكس؟ هذا هو السؤال صحيح. أنا قلت لك في البداية بأن التاريخ يجمعنا والحاضر يوحدنا والمستقبل طموحنا جماعي. أكيد. لكن النقطة دي بالذات حضرتك ما اشتغلتش عليها أو ما فكرتش إنها تبقى من ضمن مشاريعك أو أهدافك الفترة اللي جاية. أنت سايبها ده سوق، يعني سوق احتراف. تماما، هذا سوق. وانا قلت لك بان الخيار نتاع الانفتاح للمغرب كبلد اختيار تاريخي واستراتيجي في كل المجالات. الهدف في البطولة المغربية هي تطويرها الى اقصى المستويات حتى تكون طرفا مشاركا في المنافسة القارية والدولية التي تمكن، هذه المنافسة التي تمكن من تطوير المنافسات الإفريقية. نادي نهضة بركان بيمثل ليك حاجة كبيرة أكيد طبعا، لكن الأندية الأكثر جماهيرية وشعبية على مستوى القارة ومحليا هم القطبين الوداد والرجاء. ده وأكيد حضرتك بتقر بده طبعا بطبيعة الحال. إلى أيهما حضرتك كما لو طرحت عليه السؤال، أنا عارف هتقول لي إيه. هل قطبي الكرة الإسبانية مش برشلونة ومدريد؟ طب ما أنا عارف، أنا بقول لحضرتك أنا عارف إنك هتقول لي إيه. احنا دائما كنا نقولوا والعمل واضح، هناك أقطاب كروية، هناك أهرام كروية تاريخية طبعا، الوداد والرجاء ومعهم الجيش الملكي، وتأتي فرق أخرى ذات تاريخ عريق، المغرب الفاسي والمولودية الوجدية إلى ذلك.
ولكن هذا لا يمنع أن ما يسمى بالفرق الصغيرة ايوه لا يمنعها من تطوير عملها والمشاركة والاقتراب طبعا. أكثر، وصنع هذه الأمجاد التي ستجعل منها في يوم من الأيام بعد مرور سنوات وعشرات السنوات هرما مع الوقت. وأقطابا. مع الوقت فريق نهضة بركان طبعا. يعني اللي تحدثت عليه طبعا. فريق فتي طبعا. ففي السنوات الأخيرة يعني تمكن من الفوز بالكونفدرالية وبالسوبر الأفريقي وبكأس العرش الغالية علينا كمغاربة طبعا. لأكثر من مرة. طبعا. حضرتك بتشجعه؟ فأنا أقول لك كلمة مهمة جدا. تفضل. أنا علاقتي بفريق نهضة بركان هي علاقة كل 6 مليار بشر بمدن التي يعني ازدادوا فيها وترعرعوا فيها. أنا مدينة بركان ازددت فيها وإلى حدود الآن يعيش فيها والدي أبي وأمي، وكل ما أتيحت لي الفرصة لزيارتهم لا أتردد ولو لحظة واحدة. بالتالي أزور مدينة بركان. فالعلاقة مع مدينة بركان أو علاقة أي شخص بمدينة التي ازداد فيها تفوق الجوانب الكروية وتفوق المستويات الكروية. هي علاقة تاريخية استمرت لأجيال. أنا أمثل جيل، والدي يمثلون جيل آخر. فبطبيعة الحال وهذا النادي كانت لي الفرصة أن أتابعه منذ صغري، لأن هي المدينة التي ازددت فيها طبعا، ولعبت حتى في فئاته العمرية الصغيرة. تمام. وبالتالي في العلاقة أكثر من تحقيق نتائج، هي علاقة حب ونشأة ويعني والشباب كيف جميع المدن وفي جميع الفرق يجدون يعني وجدانهم وهويتهم في هذه الفرق، والناس الجماهير تتوحد حول فرقها حول فرق مدنها، ولما يتعلق الأمر بالفرق الوطنية تتوحد حول منتخبات. أنت تتعاطف طبعا مع نتائجه. الحمد لله، وأتمنى له كما أتمنى لجميع الفرق المغربية النجاح، ولكل الفرق العالمية أن تساهم في تطوير كرة القدم وخدمة الشباب. البعض حس في وقت من الأوقات في ال3-4 سنين اللي فاتوا ان حضرتك تحب نادي الوداد قوي، والبعض قال ده بيشجع نادي الوداد. تعاملي مع الفرق المغربية على المستوى المؤسساتي وعلاقتي ب يعني الأحداث الكروية اللي يعرفها الفرق المغربية كله دائما كان على قدم المساواة. آخر فريق استقبلناه في هذا المركز كان هو فريق الرجاء لما لعب نهائي البطولة العربية، وحتى أنني اجتمعت مع فريق الرجاء. بالعكس كنت من المساهمين في بلورة المشروع الملكي لأكاديمية الرجاء الرياضي البيضاوي، وهي مفخر اليوم لنادي الرجاء. وأقول بأن لا نادي الرجاء ولا الوداد غير محتاجين لمساندة ومساعدة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. تاريخهم وجماهيرهم أغنى بكثير مما قد يقدمه لهم أي رئيس اتحاد. الاثنين سواء الوداد أو الرجاء. تمام. بعد الفاصل هتكلم في حتة مهمة جدا مع السيد فوزي الأقجع، وهي حتة أو جزئية اللي هي ممكن نقدر نتكلم عليها بشكل مستفيض شوية. الكرة المغربية، ماذا حدث للكرة المغربية؟ رابع عالم، ثم بعد ذلك سواء بقى على مستوى الأندية، الرجاء على المستوى الإفريقي غير متواجد، الوداد للمرة الأولى بيخرج من دوري المجموعات وغير متواجد في البطولة الإفريقية القادمة تشامبيونز ليج، والمنتخب المغربي يخرج من دور 16 في إفريقيا. بعد الفاصل نكمل حوارنا مع السيد فوزي الأقجع. عدنا لحضراتكم مرة تانية وبنكمل حوارنا مع السيد فوزي الأقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم. مرحب بك يا فندم. مرحبا.
عايز اتكلم دلوقتي عن منتخب المغرب. منتخب المغرب كان بقيله 180 دقيقة ويبقى على منصة تتويج كبطل عالم ان شاء الله. لكن حدث والمركز الرابع، ودي كانت حاجة رائعة جدا. شفنا الالتفاف العربي الغير طبيعي، شفنا والافريقي والافريقي طبعا كانت حاجة ممتعة، كانت تظاهرة رائعة جدا للمنتخب المغربي. بعدها فوجئنا بالمستوى في كأس الأمم الإفريقية والخروج من دور ال16. هو الاختيار نتاع تطوير كرة القدم أستاذ، احنا ما لم نختار في أي وقت من الأوقات أن نركز عملنا على المنتخب الوطني الأول. اختيارنا واضح، هو تطوير أفقي لكرة القدم الوطنية المغربية في جميع مناحيها. وبالتالي لما نريد أن نقيم هذه الحصيلة علينا أن نقيمها في شموليتها. المنتخب المغرب في سنة واحدة قدم أكثر من 4 منتخبات لكأس العالم. كان منتخب الكبار، كان منتخب الإناث، كان منتخب أقل من 17 سنة إناث، وكان منتخب فوتسال إلى غير ذلك. احنا تطويرنا لمختلف المناحي داخل كرة القدم. لم نركز ولن نركز على المنتخب الأول، لأننا نعتبر بأن التطوير عمل مستمر ودائم، والنتائج إن شاء الله وبفضل الله سبحانه وتعالى الذي يجازي أصحاب النيات الحسنة والذين يشتغلون بنتائج طيبة. ولما نضيف إلى هذه الحصيلة مشاركة المنتخبات الوطنية على مستوى الأندية، أقول لك بأنه في السنوات الأخيرة يعني تطورت الأندية المغربية إلى أن لعبنا سوبر أفريقي بين ناديين مغربيين، بين الوداد الرياضي ونهضة بركان. نعتبر أن عودة الأندية المغربية بشكل مستمر وسنوي واعتيادي إلى المنافسات الإفريقية وإلى الفوز بهذه الألقاب أمر طبيعي. ما كان يزعجنا كثيرا وهي المدد الزمانية الطويلة التي كانت تفصل سواء منتخباتنا أو الأندية المغربية للمشاركة في التظاهرات، لا القارية ولا العالمية. لا ننسى بأنه قبل مونديال 2018 بروسيا الفريق المغربي الوطني لم يشارك في كأس العالم قبل 20 سنة، منذ 1998. والابتعاد عن هذه المشاركات، وقلتها لك في هذا الحوار في العديد من المناسبات، التنافسية والمنافسة هي أساس التطوير. فالابتعاد عن المشاركة في هذه المنافسات هو الذي يعني يكون عامل أساسي في محدودية النتائج. أعتقد بأن لأعود إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، بأننا يعني بعد ما حدث في كأس العالم في نهاية سنة 22 لم يكن من السهل للجميع، لا طاقم ولا لاعبين، لم يكن عليهم من السهل العودة إلى أرض الواقع بسرعة والدخول في الأجواء الحقيقية للمنافسة الأفريقية التي يتفق الجميع على أنها مختلفة تماما عن أجواء كأس العالم. كرة القدم الإفريقية لها خصوصياتها التقنية والبدنية، لها خصوصيات ظروف إقامتها، وبالتالي فالدخول ذهنيا واستعدادا لهذه المنافسات كان بعيد. الفريق الوطني المغربي قلت لك يعني على جميع المستويات لم يكن. أعتقد بأنه العامل الأول، ولكن كلاعبين وككفاءات فنية للاعبين أعتقد بأن هناك إجماع أيضا على أن الفريق الوطني المغربي اليوم يتوفر على أحسن ومن أحسن المؤهلات للاعبين على المستوى القاري.
العودة إلى هذا المناخ والدخول في أجوائه. أنا حتى طلبت من الأستاذ هاني أبو رضا أننا نستفيد من خبرته ومن تجربته في هذا المجال، لأنه كان الرئيس اللي استطاع يفوز بكؤوس أفريقية متتالية، وبالتالي عنده يعني ما يكفي من التجربة. ومازحته بحضور المدرب الوطني البارحة على أننا سنعينه يعني ضمن الطاقم التقني. أعتقد بأن هذه العودة للداخل والاستثمار الحقيقي للكفاءات الفنية للاعبين المغاربة على جميع المستويات. لا ننسى اليوم أن الفريق المغربي لأقل من 20 سنة مؤهل لكأس العالم. الفتيات أيضا، يعني كل الفئات العمرية تشتغل موجودة على المستوى الدولي وتشتغل بشكل مستمر، واستطعنا أن نسير بسرعة أكبر في تطوير كرة قدم الإناث داخل المغرب. الأندية المغربية دخلت في أجواء المنافسة وفازت بالألقاب، وهي اليوم، وهذا شيء مهم، أن يتأسف اليوم، تتأسف الجماهير المغربية والجمهور المغربي عن عدم تأهل الوداد لدور المجموعات. هذا يعكس المكانة والرغبة والطموح الذي تحدثت عليه قبل قليل، والذي أصبح اليوم قاعدة وحدا أدنى لدى هذه الجماهير، لأننا نعتبر أن منافسة الأندية المغربية والمنتخبات المغربية على حصد الألقاب القارية مسألة طبيعية، بل يتعدى طموحنا للمنافسة على الألقاب العالمية. وأعتقد بأن ما فعله المنتخب المغربي في قطر هي يعني بغض النظر عن النتيجة والرتبة الرابعة عالميا إلى غير ذلك، فهي كسر لحاجز بسيكولوجي اعترض الأفارقة والمنتخبات العربية لوقت طويل، وسيفتح المجال إن شاء الله في المستقبل القريب لأن يفوز فريق عربي وإفريقي بكأس العالم. أي مباراة ونتمنى إن شاء الله أن يكون ذلك في أقرب الأوقات، وسنكون أسعد أكثر لما نحتفل بهذه المناسبة فوق الأراضي المغربية إن شاء الله. اقتربت سنة 2030 البطل عربي، بطل كأس العالم عربي إن شاء الله. 2030 متأكد انه يبقى عربي؟ لا لست متأكد، أنا قلت سأكون أسعد إن كان الحدث فوز فريق عربي فوق الأراضي المغربية. لكن احنا مؤهلين ان ده يحصل إن شاء الله. ان شاء الله. مين من وجهة نظرك مؤهل انه ياخد اللقب ده في 2030؟ أنا أقول لك بأن كل المنتخبات العربية كلهم مؤهلين. كل المنتخبات العربية اليوم يعني بما أظهرته المنتخبات اللي عندها تقاليد مع كأس العالم. المنتخب المغربي قلت لك ما حدث في قطر بالإضافة إلى النتيجة الرياضية، كان هناك تكسير لحاجز بسيكولوجي اعترضنا لسنوات، وهذا الحاجز وأن تجعلك تذهب للمشاركة في كأس العالم من أجل تحقيق الأفضل، واعتبرنا الأفضل لسنوات ولعقود أن هو التأهل إلى دور يعني خروج من المجموعات. مظبوط. والآن على أرض الواقع نتأسف لخسارة المغرب أمام فرنسا. مظبوط. في نصف النهائي. أي مباراة في كأس العالم من ماتشات المغرب بكيت فيها؟ أنا أقول لك بصراحة بأن يعني كل المباريات أبكت جميع المغاربة منذ بدايتها. مش المغاربة بس على فكرة. الحمد لله، والعرب والأفارقة. دي حقيقة. ولكن يعني مباراة إسبانيا بخصوصية اللجوء إلى ضربات الترجيح كانت عندها خصوصيات أخرى، ويعني استئساد الحارس ياسين بونو وحرمان منتخب إسبانيا. كان الكل يجمع من إسبانيا صعدة على أن اللاعبين الإسبان بدون استثناء هم لاعبين متميزين على الساحة الدولية، حرمهم من تسجيل ضربة جزاء واحدة. مظبوط. فهذا هو واقع وحقيقة كرة القدم،
وهذه هي الثقافة، وهذه هي كسر الحواجز البسيكولوجية، وهذا هو الذي يرغمنا على تطوير طموحنا وجعله أرفع من واقعنا. تعيين وليد الركراكي مديرا فنيا للمنتخب قبل كاس العالم ب3 شهور بعد وحيد خليلوزيتش، ما كانش فيه مخاطرة؟ المدرب وطني وقبل كاس عالم ب3 شهور. هو في الحقيقة يعني المسؤول لما يتحمل المسؤولية يكون مجبر في مساره أن يتخذ قرارات صعبة. يعني حضرتك شايف انه قرار صعب في كل المجالات. اتخاذ القرارات الصعبة هو الذي يجسد تحمل المسؤولية، لأنه بدون اتخاذ القرارات فالمسؤولية يعني لا يعود لها تكليف معين. بالتالي يعني أنا أتابع تطور المنتخبات وأجواء المنتخبات الوطنية، وهذا بفضل هذا المركز والصرح اللي تحدثنا عنه. فكل المنتخبات موجودة هنا، يكفيك يعني يكفي أن نأتي لهنا في وقت معين حتى نرى كل الأجواء. متابعتي للأجواء فريق الوطني رغم تأهله إلى كأس العالم، فأعتقد بأن الأجواء لم تكن سليمة في يعني قبل كأس العالم ب3 أشهر، فكان لابد من اتخاذ قرار جريء، والخيار وقع على وليد لأننا اقتنعنا بأن وليد هو الذي تتوفر فيه كفاءة ما كان ينقص الفريق الوطني. ما كان ينقص وحيد خليلوزيتش. تمام. قربه للعيبة وخلقه لأجواء إيجابية وإخراجه لأكثر الأمور الإيجابية من اللاعبين، يعني وتمكنه من تدبير كل الأمور السلبية. أنت تعرف أن اللاعبين هم شباب، هم أناس يعني الأهم هو استخراج الطاقة الإيجابية إلى حدود قصوى طبعا، وتفادي كل الطاقات السلبية داخل المجموعة. مظبوط. إقالة وحيد خليلوزيتش كانت بسبب حكيم زياش. أنا إقالة أو يعني حتى نقول بأن إنهاء العلاقة مع وحيد كانت بسبب مجموعة من الأجواء التي لم ترقى إلى طموحنا المشترك. تمام. أنا أقول لك بأنه كان فيه نقاش مستمر مع وحيد، وأحترم قرارات وحيد وأحترم منطق وفلسفة وحيد، ولكن مصلحة المغرب والمغاربة أهم فوق كل اعتبار. كأس العالم 2030 واستضافة المغرب ليها، هل الأمور منسقة الآن ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا في قيمة الماتشات الكبيرة والمنتخبات الكبيرة بين الثلاثة، ولا المغرب هترضى بأي شيء؟ لأن طبعا حضرتك تعلم أن المنتخبات الكبيرة لها أهميتها وجماهيرها ومتابعتها. هل في تنسيق تم بين الثلاثة؟ شوف سيدي، أولا التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال كان بإعلان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في اجتماع كيغالي. والعودة إلى الرسالة التي بعثتها جلالته آنذاك إلى مؤتمر كيغالي مليئة بالدلائل والأفكار والخلاصات يعني الرسائل، رسائل كلها تدور حول البعد الحضاري والثقافي لضفتي البحر الأبيض المتوسط. فتنظيم المشترك لهذه الكأس يفوق بكثير حصر المناسبة في تنظيم لمباريات. واتفقنا مع الإخوة الإسبان والبرتغال على أن نتحدث عن تنظيم واحد لقارتين مجتمعتين
وثلاثة بلدان بدون منطق حدود جغرافية، لأن الهدف هو أن نجعل من هذه التظاهرة إحياء لذاكرة الحضارة المشتركة بين الضفتين، وهي غنية بالمناسبة، هي رسائل للعالم لنقول جميعا على أن الأفارقة والأوروبيين والعرب والأوروبيين بإمكانهم أن يشتغلوا جميعا وأن يحققوا نجاحات مشتركة، وأن يتفادوا النظرة الضيقة لمعالجتهم للإشكالات والمشاكل فقط. هذه هي دلالات هذا التنظيم المشترك، هذه هي رسائله، هذه هي الأهداف التي نبحث عنها من خلال هذا التنظيم المشترك. بس الناحية الجماهيرية مهمة. المغرب المغرب كممثل للقارة الأفريقية مظبوط في هذا التنظيم المشترك سيحظى بالقسط الذي تستحقه هذه القارة، والتي هي بالمناسبة لم تحظى إلا بشرف تنظيم كأس عالم واحدة. وأعتقد بأن المغرب بثقافته وحضارته ومدنه وببنيته التحتية وبأبعاده التنموية الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك سيكون مؤهلا ليحظى بشرف استضافة كبريات المنتخبات والمباريات الأهم في تظاهرة مثل كأس العالم. في النهاية قبل ما أختم مع حضرتك، عايز أسأل حضرتك سؤال هتقول لي نعم أو لا بس بدون تعليق. مرحبا. الأهلي أفضل فريق داخل القارة الإفريقية؟ نعم. المنتخب المغربي أفضل منتخب داخل القارة الإفريقية؟ نعم. وليد الركراكي أفضل مدير فني داخل القارة الإفريقية؟ نعم. نادي الزمالك هو المرشح الأول للكونفدرالية الإفريقية؟ من بين المرشحين. فوزي لقجع هو أفضل رئيس اتحاد كرة قدم على المستوى العربي والإفريقي؟ لا يا سيدي. مين أفضل؟ هناك أفضل أن أقول بأنني أنتمي إلى مجموعة من الرؤساء هي التي تقوم بعمل أفضل داخل هذه المنتظمات. بشكر حضرتك على وقتك، بشكرك على هذا الحوار، بارك الله فيك، وسعيد جدا بالتواجد بحضرتك هنا في المغرب وفي هذا المركز العالمي الرائع جدا، مركز محمد السادس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي على خير. بارك الله فيك. كأس العالم إن شاء الله، وتتحقق طموحاتك إن شاء الله، إن يبقى منتخب عربي إن شاء الله. إن شاء الله. وأجدد لكم الترحاب بالمغرب ومقام طيب إن شاء الله، إن شاء الله، ولتدوم أخوة الشعبين المغربي والمصري إن شاء الله يا رب العالمين. أشكرك يا فندم. بارك الله فيك سيدي.